بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل تورتايه، انا هعملها معاكم من الالف للياء، ازاي تسويها وازاي تزينيها وازاي تطلع معاكي طريه وهشه من غير اي تكتلات، وما يكونش الكيك بتاعك مكتوب. انا معايا هنا 5 بيضات، ومعايا هنا نص كيلو دقيق سبونج، ومعايا نص كوبايه ميه، ومعايا فانيليا وخل. دي كل المكونات اللي انا هستخدمها. معايا 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هحط كل المكونات على بعضها، مش هضرب كل حاجة لوحدها. معايا نص كوباية مية، وهحط عليهم فانيليا، وهحط معلقتين خل عشان زفرة البيض. ولو عندك ليمون ممكن تحط نص ليمونة. انا مشغله الفرن بتاعي بسخنه قبل ما اخلصها. ده نص كيلو دقيق سبونج، ده في كل جميع المواد الرافعه بتاعته، في السكر وفي المواد الرافعه بتاعته، مش هيحتاج اي حاجه. انا هضربه بقى بالمضرب لمده 15 دقيقه. هي بتاخد وقت معايا في الضرب عشان تطلع خفيفه، ما تطلعش معايا مكتومه. لو انت عندك العجان ممكن تضربيها انت لمده 8 دقايق. دي الحلة اللي انا هشتغل فيها، هفرشها. الفرن بتاعي انت بتشغلي من القاع بس، ما بتشغليش الشروقة بتاعته علشان ما الشواية عشان ما الوش بتاعها ما يحمرش. لو انت عارفة طريقة عمايل الكيكة وعايزة تخشي تشوفي طريقة التزيين، بس انت ممكن تخشي في اخر 3 دقايق في الفيديو ده. كده اهيت انا هدخلها في الفرن. اخبطيها انت خبطتين على الرخامة عشان تطلعي الهواء منها. ده كده الشكل بتاعها اهو. هي قعدت في الفرن حوالي 50 دقيقة، طرية وخفيفة اهي زي ما انت شايفة اهو. والقلب بتاعها خفيف، ما فيهاش مش عجينة. جربيها انت، طالعة ناشفة اهي. انت لو في الصيف انت بتبيتيها لتاني يوم. انا عايزاها باردة مش عايزاها سخنة عشان الكريمة بتاعتي ما تسحش معايا. ده المنشار اللي انا بقطع بيه. على فكرة انت لو ما عندكش المنشار ده بتقطعي بيه. انت ممكن الفكرة اللي عندي، انت ممكن تحطيها انت في صينية البيتزا، وتجيبي سكينة حامية وتقطعيها بيها، هتطلع نفس التقطيعة دي. طلعة طرية وخفيفة اهي، وما هياش مكتومة. دي الطبقة الأخيرة ديت انا هعملها انا في الكوبايات. هحط عليها شوية كريمة واحطها انا في الكوبايات للأولاد. بحط شوية انا، طبعا انتوا عارفين طريقة عمل الكريم شانتيه. انا عاملاها كذا مرة معاكم. دي مية بسكر، انا ببخها عليها علشان الكريمة بتاعتي تثبت، ما تقطعش معايا. هي طلعت بالظبط معايا حوالي 4 طبقات. على فكرة انت لو حباها تورتيه ما هياش ارتفاعها مش عالي، انت ممكن تعملها على دورين. تعملي تعملي ديت تورتيتين، بس هي مطلوبة مني نفس الحجم ده، مطلوبة لحد العيد ميلاده. ما تشغليش الشواية علشان وشها ما يحمرش معاكي، وتستوي بسرعة ويكون القلب بتاعها لسه معجي. يا ريت لو عجبتكم الفكرة اكتبولي في الكومنتات. ان شاء الله هنعمل مع بعض تورت كتير، وهنعمل معاكم حلويات وهنعمل معاكم كمان طريقة الكيكة العادية بالدقيق العادي. طريقة التزيين بتاعتها خفيفة وسهلة. انا هعملها بميل اهوت زي ما انت شايفة اهو. ده كده بميل. انا هعمل شكل عشوائي علشان هحط انا عليها وردات صغيرة. هعكس انا الشكل اهو.
دي كده شكل مكعبات. دي مطلوبة مني ان هي انا اعملها اعملها بالمانجا. عايزة لونين، انت لو حباها انت بالوان تانية ممكن تضيفي عليها الوان تانية. اعمل الشكل اللي انت حباه، بس انا بطرح عليك الفكرة وبعد كده انت اعملي اللي انت الشكل اللي انت حباه. وردات صغيرة جنب بعضها. ما تنسونيش في الاشتراك واللايكات عشان القناة تكبر بيكم. اهو كده الشكل اهو. انا هحدد الاسم وبعد كده انا همشي عليه اهو كده اهو. ده كده كده هي كده خلصت اهي. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات. اهو كده الشكل اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.